مساء الفل على الكل، اهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عشاق الكره اليمنيه في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. قبل ما نبدا الحلقه كده نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صعود منتخبنا اليمني للشباب بعد التعادل الايجابي 1-1 ان شاء الله تكمل على خير. صحيح في بعض في بعض المباريات لسه ما خلصتش، لكن لغايه الان ان شاء الله منتخبنا اليمني للشباب صعوده الى الدور القادم. كلنا كنا مطالبين اللي احنا طبعا نتغلب النهارده على منتخب اندونيسيا وما ندخلش في حسبه ونقول ده الاهداف والكلام دوت، لكن احنا يعني الموضوع كان صعب جدا، الاجواء كانت صعبه جدا على منتخبنا النهارده. الجماهير الاندونيسيه كانت متعبئه على الاخره طبعا في المباراه، لكن الاجواء كانت جميله جدا. شفتوا المباريات لما بتتلعب بالليل كانت بتبقى افضل بكثير. ازاي ما نلعبش المباراتين السابقتين في عز النهار وهم يلعبوا بالليل؟ بالنسبه للمنتخب الاندونيسي الثلاث مباريات يلعبوا بالليل صراحه يعني في منتهى الظلم بالنسبه لمنتخبنا الشباب. لكن هنقول لكم برضو لغايه دلوقتي بالنسبه للمجموعه الاولى صعد سوريا وفيتنام. سوريا 12 نقطه وفيتنام عندها 9 نقاط. المجموعه الثانيه اوزبكستان 12 نقطه وكمبوديا 7 نقاط. المجموعه الثالثه كوريا الجنوبيه 9 نقاط. لسه فاضل النهارده مباراه بين الامارات والكويت اللي هم كل منهم عندهم 6 نقاط، فكده لو واحد فيهم فاز يبقى عندهم 9 نقاط. يبقى بالنسبه للمجموعات ديت عندهم بالنسبه للمجموعات ديت كلهم عندهم 9. هيبقى بالنسبه لافضل تواني. ايضا المجموعه الرابعه السعوديه عندها 9 نقاط واستراليا ايضا عندها 9 نقاط، فده صعدت في دول. يعني ثلاث مجموعات في الثلاثه دول هم دول خلاص بالنسبه لافضل تواني. هنشوف بقى باقي، ما نقدرش نحكم على منتخبنا اليمني صعد 100% لغايه ما المباريات تنتهي، لكن لغايه الان ان شاء الله صاعدين باذن الله للدور القادم، دور لكاس اسيا باذن الله، ونتمنى كل التوفيق ان شاء الله. الكابتن بعداني النهارده كنا على امل من الكابتن بعداني اللي قلنا له ينزل بتشكيله هجوميه او يلعب بتشكيله هجوميه او يلعب الشوط الثاني بهجوم. كنا عاوزين نغلب منتخب اندونيسيا عشان مش عاوزين ندخل في حسبه. ان شاء الله صاعدين، بس برضه ما نحطش ايدنا على قلبنا لغايه اخر دقيقه. الموضوع بيبقى برضه مقلق، يعني في قلق للجماهير اليمنيه. لكن برضه اخر اليوم واخر يعني بعد الساعه 10 بالليل ان شاء الله او الساعه 9 ان شاء الله هنعرف كل النتائج بالنسبه للمنتخبات اللي صعدت ومنتخبات افضل تاني. واذن الله منتخبنا لغايه الان افضل تاني، وان شاء الله اللي يعني الموضوع بنسبه كبيره منتخبنا صاعد للدور القادم. التشكيله كانت طبعا وضح انور كان في حراسه المرمى، احمد الحاج ومحمد ناجي وسعيد العقل وهيثم السلامي كانوا في الخلف، انور الطريقي وكان النهارده محمد المنصوري وعصام رضمان كانوا في الوسط، وكان عبد الرحمن الخضر وعادل عباس وعبد العزيز مصنوع دول كانوا في الامام. بالنسبه برضو بالنسبه النهارده لازم اشكر برضو اللي مذيعين يعني بث مباشر على صفحات الكره اليمنيه. فالحمد لله الاداء كويس. طبعا هم احرزوا بالنسبه للمنتخب اندونيسيا احرزت هدف في الدقيقه 46 في الشوط الاولاني. النجم عبد الرحمن الخضر على طول بعدها بدقيقه احرز الهدف في التعادل، وانتهى الشوط الاولاني بالتعادل الايجابي 1-1، وانتهت المباراه كلها بايضا التعادل الايجابي 1. المنتخب كان شكله حلو، الموضوع كان شكله حلو. وشفتوا اللعب بالليل كان في منتهى الجمال ومنتهى الروعه. ازاي ليه المنتخب اندونيسيا يلعب الثلاث مباريات بتاعته بالليل واحنا نلعب مباراتين في عز النهار؟ وده كان بيأثر تاثير سلبي على لاعبتنا بالنسبه للعب في عز النهار. فلغايه الان الحمد لله، وان شاء الله الاجواء كانت ممتازه جدا لمنتخبنا اللي هو يغلب. لكن برضه منتخب اندونيسيا من المنتخبات برضه القويه، مش منتخب سهل، ومنتخب برضه مجنس بعض اللعيبه. فالموضوع كان صعب جدا على لاعبتنا في الاجواء اللي كانت الجماهير معباه الاستاد على اخره. لكن ان شاء الله لغايه الان احنا صاعدين، باذن الله نطمنكم اخر اليوم باذن الله بالنسبه للصاعدين الى الدور او الى كاس اسيا الصين 2025. لغايه الان يعني انتوا عارفين احنا عندنا 10 مجموعات، باخدوا اول كل مجموعه زائد 5 منتخبات زائد تاني افضل تواني 15 منتخب زائد الصين البلد المستضيفه، يبقى عندنا 16 منتخب صاعدين من حوالي 44 منتخب حاليا بصفهم. في بعض المنتخبات خلاص خرجت، يعني الموضوع على منتخبنا البحريني لعب 4 مباريات، لعب الاربع مباريات بتوعه خلاص. البحرين خرجت يعني بالنسبه لمنتخباتنا العربيه. ايضا لو الامارات غلبت الكويت برضه خرجت بالنسبه لمنتخباتنا العربيه. فلسطين خلاص خرجت بالنسبه برضه. يعني الموضوع يعني لغايه الان في 3 منتخبات عربيه خرجوا بوصولهم الى كاس اسيا.
كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا اليمني ليه. الشباب عمل اللي عليه واكتر، لاعبتنا عملت اللي عليها واكتر صراحه. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق، وباذن الله صاعدين الى كاس اسيا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.